النهارده بقى جبت لكم حلاوه المولد اللي كلكم سالتوني عليها في التعليقات وقلت لي يلا يا توته اعملي حلاوه المولد عشان عايزين نشوفها بطريقتك، وانا ان شاء الله هنزلها لكم النهارده. اول حاجه هنعملها هي حلاوه الموسم اللي كلنا متعودين عليها، السمسميه والسودانيه. طبعا ما فيش اي بيت في مصر ما بيحبش السمسميه ولا السودانيه، فقلت اعملها لكم بطريقه بسيطه بخطوات بسيطه هتعمليها في ثواني في البيت من غير ما تشتريها بالغالي من بره تاني. اول حاجه هجيب نص كيلو سمسم يكون ابيض، ونص كيلو سوداني برضو يكون مش متحمص. كل ده هتجيبيه من عند العطار، وتجيبي عسل كلوكوز. اهم حاجه عسل الكلوكوز عشان بيديكي طعم حلو في الوصفه، وبيخلي حلاوه الموت كده ليها طعم تاني زي ما بتشتريها من بره تماما. اول حاجه هجيب السمسم لازم يكون نجيف. وهجيب بقى عشان هعمل نص كيلو من كل حاجه، فهنزل 3 كوبايات سكر، عليهم كوبايتين ميه، وعليهم نص عصرة ليمونة كبيرة. دي الخطوة المهمة للمقدار دوت. طبعا لو هنزلك المقدار اللي اصغر من كده اللي هما كوبايتين سمسم، عليهم نص كوباية سكر، عليهم نص كوب عسل كلوكوز. ان شاء الله كل ده هنزله في صندوق الوصف عشان عايزه تعمليها بكميه كبيره او بكميه اللي عاملاها. هحط الشربات على النار زي ما انتم شايفين، وطبعا اول ما هيغلي معايا هوطي عليه النار شويه، وهمسك بقى السمسم هحطه على النار وهبدا اقلب فيه. بس اهم حاجه النار ههديها تحت الطاسه عشان ما يتحرقش معايا. وطبعا السوداني برضو بنفس الطريقة. انتي بتعرفي ازاي بقى اللي هم اتحمصوا معاكي اول ما بيطلعوا الريحة بتاعتهم، وطبعا ايدك مستمرة في التقليب عشان ولا السوداني يتحرق ولا السمسم يتحرق. بس هنا بقى الخطوة اللي هي اللي انا عايزاها، بعد 5 دقايق من غليان الشربات هنزل كوباية عسل كلوكوز. هحطه بقى كله على النار كده واسيبه بقى يغلي معايا لمدة نص ساعة كاملة. هسيبهم كده وهجرب بقى ايه. هجيب كوباية مية ساقعة واحطهم في بولة، وعشان اعرف ان هو القوام بتاعه ده اللي انا عايزاه، فهكورها كده. لو كورت معايا وعطتني رسمة شكل الكورة كده زي ما انت شايفة، هطفي النار عليها. وطبعا عايزة اقولك السمسم والشربات يكونوا سخنين وتشتغلي فيهم. واهم حاجة خلي بالك من الاطفال في المطبخ في المرحلة دي، ما تدخلهمش المطبخ طول ما انت بتعملي شربات وحاجات لمولد النبي. طبعا هقلب كده زي ما انت شايفه. طبعا مش هقولك بقى حطي معلقتين 3 ولا الكلام ده، لا، انت هتنزلي الشربات زي ما انت شايفه كده على السمسم لغايه لما تلاقيه آه، مش مفرول يعني. شرب كده الشربات، وتحسي كده اللي هو جوسي كده في وانتي بتقلبيه بيبان معاكي. وطبعا كلنا عارفين طريقة تحضير اي حاجة بتبان معانا بين عينينا واحنا بنعملها. هجيب صاج طبعا هدهنه زيت كويس جدا، وهجيب كده معلقة. هبدأ اعمل كده زي ما انتوا شايفين هسويها. طبعا هتسويها السمك اللي انت عايزاه، يا تخينة شوية يا اما رفيعة. طبعا انا عملتها تخينة زي ما شفتوها في اول الفيديو عشان تديني طعم حلو طبعا واحنا بناكلها. همسك بقى هجيب منديل من بتاع مطبخ هدهنه زيت، وهجيب السكينه اللي انا بقطع بيها او اي حاجه بتقطعي بيها هتدهنيها، عشان طبعا انتوا عارفين حلاوه المولد بتلزق معانا. بس هبدا اقطعها كده واسيبها بقى تهدى معايا. طبعا نفس الخطوه ديت هعمل بيها برضو السوداني. هحط برضو كمية الشربات، وانا بقلب هعرف اذا كنت عايزة شربات تاني ولا لا. هقلب بالطريقة اللي انت شايفاها دي، وهبدأ انزلهم كده في الجناب. بس كده اهم بقى مرحلة واهم خطوة في تنزيل بقى الحلويات، خلي بالك منها وهي سخنة عشان انا بجد اتلدعت من السخونية بتاعتها. فسبت البول على الرخامة زي ما انتوا شفتوا، وحاولت بقى اكمل كده. طبعا عشان بقى اشتغل الوصفة صح بقى وعايزة اسويها بقى وكلها، فلازم هحط في ايدي كده نقطة زيت، وهبدأ اساوي كده السودانية والسمسمية زي ما انتوا شفتوا. المرحلة دي مش عايزة جوانتي خالص لان مش هينفع معاكي جوانتي. هبدأ برضو اقسمها كده عشان لما تبرد معايا تبقى كل حاجة متقسمة، لان مش هتنفع ان انا اقطعها وهي طبعا باردة. لما تنشف معايا هتجمد معايا فهتتكسر مش هتنفع. ودي كانت السمسمية والسودانية. وكل سنة وانتوا طيبين. الصراحة هتعملي احلى سودانية في البيت، وصدقيني الطعم بتاعها هيعجبك جدا لانها معمولة بين ايديكي، وكمان طعمها مختلف عن بره تماما. طعمها طبعا جميل بدرجة انا عايزة اوصفها لكم. جميلة جدا، طعمها حلو قوي قوي قوي. فاحلى من اللي بتتجاب من بره بكتير، وكمان ما بتبقيش عارفه هم عاملينها ازاي. يا رب تجربي الوصفه وتقولي لي رايك فيها في التعليقات. وكل اللي طلب مني وصفه السودانيه والسمسميه لمولد النبي انا نزلتها لكم اهو، وابداوا اعملوها. وطبعا المقادير فكلها هسيبها لكم في صندوق الوصف. يلا عايزه بقى لايك كتير قوي للوصفه والشير عشان توصل للناس كلها وتعمل حلاوه مولد النبي. باي باي.